وكل خطوة فيها زي مفتاح بيقودك لباب، والباب ده مش مكتوب عليه حاجة، لكن لو معاك العين اللي تشوف حتى في الضلمة هتفهم الرسالة في زمن بيتغير كل ثانية. واللي يفتكر انه فاهم كل حاجة بيكون اكتر واحد تايه، عشان اللعبة مش في اللي باين، اللعبة في اللي مستخبي. في اصوات بتتكلم وفي اصوات بتسكت، لكن المعنى الحقيقي بيبان في الصمت اكتر ما بيبان في الكلام. انا ماشي في طريق مليان علامات، لكن العلامات دي مش مكتوبة بحروف، مكتوبة بإشارات. ولو انت مش مدرب تشوف الإشارة هتعدي من جنبها كأنها مش موجودة. في ناس بتفتكر انهم ابطال، لكن لما تيجي ساعة الجد تلاقي البطل حقيقي هو اللي مش ظاهر في الصورة، اللي بيتحرك في الخلفية، اللي يعرف يحرك الخيوط من غير ما يبان. في كل خطوة في اختبار، وفي كل اختبار في رسالة، وفي كل رسالة في لغز، واللغز مش دايما محتاج حل، احيانا محتاج احساس. الاحساس اللي يقولك ان اللي قدامك مش هو الحقيقة الكاملة في عالم مليان مرايات. لازم تعرف ان المراية مش دايما بتعكسك زي ما انت، ساعات بتوريك صورة شخص تاني، او يمكن نسخة منك في زمن تاني. اللي يعرف يقرأ بين السطور مش بيحتاج الكتاب نفسه، واللي يعرف يسمع المعنى في الضوضاء مش بيحتاج الهدوء. احنا مش بنمشي في خط مستقيم، احنا بنلف حوالين نقاط، كل نقطة هي فصل، وكل فصل بداية ونهاية، لكن النهاية احيانا بتكون بداية جديدة. في لحظة هتيجي تلاقي كل حاجة مرتبطة، وكأن الخيوط اللي كانت مطاطة اتجمعت فجأة في عقدة واحدة. اللحظة دي هي اللي هتفهمك ليه كنت لازم تعدي بكل دولة. الطريق كان مليان غموض، عشان الغموض مش دايما عدوك، ساعات بيكون درعك. واللي يعرف يستخدم الغموض بيقدر يعيش وسط العاصفة وكأنه واقف في أمان تام. الزمن مش دايما بيقاس بالساعات، ساعات بيقاس بالقرارات، والقرار اللي تاخده في ثانية ممكن يغير شكل السنين اللي جاية. واللي بيمشي وهو فاهم كود اللعبة بيبقى عنده فرصة انه يسبق الكل حتى لو